بسم الله. أول حاجة كده العجينة بتاعتي هاحتاج كوبايتين من المَيّة الدافية، معلقتين كبار من السكر، معلقتين كبار من الخميرة، معلقة كبيرة من البيكنج باودر، ومعلقتين كبار من الحليب البودر، وينفع عادي جدًا إن أنتِ تستغني عنهم، يعني لو مش متوفر عندِك ممكن تستغني عنه. تِلت كوباية من الزيت، ورشة من الملح، ومعلقة حلوة كده كبيرة مليانة من السمنة. لو عايزة تستغني عنها خلّي الخليط يبقى نُص كوباية من الزيت بس، تمام؟ لكن إحنا حطينا تِلت كوباية من الزيت ومعلقة من السمنة، وضِفت هنا كيلو دقيق طبعًا منخول، نخلته وضِفته وبدأت أعجنه. مش شرط خالص عجان، تقدري تعجني على إيديكِ لحد ما العجينة تبقى طرية وناعمة زي ما أنتم شايفين بالشكل ده. وطبعًا حطيت في العجينة معلقة خل عشان لو كنت نسيت. هاغطّيها بقى واسيبها تخمر، ما فيش نُص ساعة والاقيها اختمرت كده وندهت عليَّ زي ما أنتم شايفين ورفعت الغطا من عليها. على طول بقى باخدها كده أنزّلها على الرخامة بتاعتي وابتدي أفرّغ منها الهوا، وأنا عشان هاعملها نوعين هاقسمها لكورتين، تمام كده. هاخدها بالنُص كده، هاخد كورة واشيلها طبعًا بالتقليب مش لازم بالنُص أوي، والكورة التانية هابتدي أعملها رول كبير بالشكل ده، وهاقسم الرول ده ل2 وهابتدي أقطّعها عشان يبقى سهل عليَّ في التقطيع. هاقطّعها لكام كورة؟ أنا قطّعتها 14 كورة. زي ما أنتِ حابة، يعني دلوقتي إحنا عملنا 14 حلو و14 حادق، يبقى إحنا كده عملنا قد إيه؟ عملنا 28 قطعة من مخبوزات الأفران من كيلو دقيق بس، وعلى فكرة مش صغيرين، أنتم شايفينهم حجمهم حلو كده وكبار ومحترمين. هاكورهم لكور صغيرة بالشكل ده زي ما أنتم شايفين، وكل كورة هاخدها أبططها كأني باعمل قرصة كده، واحطها في صاج يا مدهون زيت يا إما حاطة عليه ورقة زبدة، وبرده باحب أدهنها بالزيت عشان ما تلزقش، ومش عايزاها رفيعة، عايزاكِ تطبطبي عليها كده وتخلّيها عالية برضه، ما تخلّيهاش رفيعة. تمام، باخلّص الكمية كلّها بالشكل ده واروح مغطياهم بفوطة مطبخ نضيفة وباسيبهم حوالي 10 دقايق كده يختمروا تاني. بُصّوا اختمروا معايا ورفعوا بالشكل ده، باجيب شوكة وابتدي أعمل في النُص كده 3 تخريمات واروح بضهر الشوكة عاملة الفتحة اللي أنتم شايفينها دي، عشان أحط الحشو. شايفين سهلة قد إيه؟ سهلة خالص وبسيطة ومش هتاخد معاكِ 3 دقايق كده وأنتِ واقفة. تمام، بس المهم إن الحركة دي بنعملها بعد ما بتختمر. جِبت بقى كان عندي لانشون قطعته قطع مربعات كده وبدأت أحط اللانشون وحطيت عليه جبنة تركي مقطعاها حتت صغيرة بالشكل ده. إحنا بنقول تركي عشان إحنا اسكندرانية، إخواتنا في مصر بيقولوا رومي. تمام، وحتة طماطم صغيرة وحتة فلفل. عايزة أقول لِك بقى إن الحشوة الحادقة دي براحتك واعملي فيها اللي أنتِ عايزاه. تقدري تحطي جبنة مثلثات، تقدري تحطي جبنة موتزاريلا، تقدري تحطي بواقي لحمة مفرومة عندِك، تقدري تحطي أي حاجة أنتِ عاوزاها في الحادق هتبقى جميلة، حتى لو كانت جبنة بيضا هتبقى حلوة جدًا. بعد ما خلّصتها بالشكل القمر ده، بُصّوا والله تتاكل نيّة من جمالها. جِبت شوية من الحليب بس مش عليه أي حاجة، وبدأت أدهن بيه الوش بالشكل ده، وبدأت أدّي له رشة من السمسم زي ما أنتم شايفين كده. لو مش حابة السمسم تقدري تستغني عنه ما فيش أي مشكلة. خلاص كده تمام. بعد كده بقى بادخّله الفرن على درجة حرارة عالية، يعني درجة حرارة 200، 220 أعلى درجة حرارة عندِك في الفرن، لحد إيه بقى ما يستوي وياخد لون من تحت. لو ما خدش لون من فوق كده لوحده بتشغّلي عليه الشواية ياخد لون من فوق، وبعد كده بيخرج بتغطّيه بفوطة مطبخ نضيفة. مسكت بقى الكورة العجين التانية، اوعي تكونوا نسيتوها، قطعتها برضه 14 كورة بالشكل ده، هابططها زي القرصة كده زي ما أنتم شايفين، وابدأ أحطها في الصاج يكون مدهون بالزيت أو عليه ورقة زبدة، وهاخلّصهم بالشكل ده، وبعد كده أغطيهم عشان يخمروا حوالي 10 دقايق. بعد ال10 دقايق باخدها أعمل فيها نفس اللي عملته في الأولانية، باجيب الشوكة أعمل فيها 3 فتحات بالشكل ده، وبعد كده بضهر الشوكة أبططهم كده وأعمل تجويف في النُص. أنا حشيتها هنا مربى تين، تقدري تحشيها أي نوع مربى أنتِ بتحبيها، وأخلّص بقى الحشو بالشكل ده، وبعد كده هادهنها بالحليب بس، مش هاحط سمسم ولا أي حاجة. حابة تحطي سمسم حطي، بس إحنا هنزينها بعد ما تخرج من الفرن عشان كده ما حطيتش سمسم ولا حاجة. تمام، هادخّلها برضه الفرن على درجة حرارة عالية، درجة حرارة 200، 220 في الرف الوسطاني، تاخد فوق وتحت، وأول ما بتخرج باغطيها بفوطة مطبخ نضيفة. وقبل التقديم باجيب هنا صوص كراميل وبدأت أزين بيه، ينفع طبعًا شوكولاتة أو صوص شوكولاتة براحتك خالص زي ما أنتِ حابة. حطيته في كيس تلاجة كده وفتحت فتحة منه وبدأت أعمل خطوط بالشكل ده لحد ما ادّتني المنظر الحلو ده زي اللي بيتباع في الأفران بالضبط. شايفين بقى شكلهم عامل إزاي؟ بجد شكلهم شهي جدًا وطعمهم حلو، عجبوا البيت كله، وأصلًا بقى ريحة الخبيز يا جماعة مالية البيت كله. أنتم عارفين طبعًا إن أنا باحب المخبوزات جدًا، ريحة البيت كلها كده بركة وخير وحاجة بجد خطيرة. بُصّوا الجمال، جنب بقى شاي بلبن الصبح، جنب شاي كده سادة بالليل، براحتك خالص زي ما أنتِ حابة. المهم إن أنتِ كل ما تجوعي أنتِ أو العيال هتلاقوا حاجة تنقنقوا فيها، ومش أي حاجة كمان، ده أنتم هتحلّوا وتحدّقوا. بُصّوا الجمال، بجد ما فيش أحلى ولا أجمل ولا أبسط من كده. عايزاكم بقى تعملوا لي لايكات كتير للفيديو ده عشان هو يستاهل، وبألف هنا وشفا لكل اللي يجرّبه، وبس كده.